هو فيلم برشامة بيضحك قوي كده زي ما الناس بتقول؟ الحقيقة لأ، يعني هو بيضحك بس مش الدرجات دي. فيلم معتمد على افيهات كتير جدا مش طبيعية ومن كل الناس، فده حلو بس برضه ساعات بتقلش. الكوميديا المقرفة وكوميديا الإيحاءات ما جابتش معايا بصراحة، وفي افيهات كتير بتبقى متوقعة، انت شايف التناقض هيجي منين. الفيلم بيتكلم عن لجنة امتحانات ثانوية عامة بيموت المراقب بتاعها، يا مستر فالطلاب بيستغلوا الفرصة دي في محاولة ان كلهم يغشوا عشان ينجحوا، ولكن بيكتشفوا ان كلهم فشلة والوحيد الشاطر اللي فيهم محترم ومش عايز يغششهم، فبيحاولوا يخلوه يغششهم بالعافية. هشام ماجد جامد وبيضحك وكل حاجة كالعادة يعني، بس هنفضل لحد امتى رد فعل الكوميديا؟ هنفضل لحد امتى بنقول الكلام اللي الناس لسه قايلاه؟ يعني مثلا لما هي تقول لك اقلع الله يسترك، طب ما انا عارف ان الافيه جاي من ان الستر عكس القلع، ليه انت بتقولهولي؟ ليه بتطفحني الافيه؟ ما انا عارفه. ما زهقتوش من باسم سمرة في الكوميديا يا جدعان؟ نفس الطريقة، نفس الزعيق، نفس تعبيرات الوش، بصراحة ما ضحكنيش خالص. مصطفى غريب بيضحك وتمثيله حلو لان الدور ده مش سهل، فمحتاج ممثل كويس، ولكن هي بعد ولكن دي تعرف ان في مصيبه. لما تبقى كوميديتك معتمده على العبط والغباء ماشي، هضحك مره هضحك التانيه، ولكن لما كل كلمه تقولها بافيه مفيش كلام عادي بتقوله، فانا كده هبتدي ازهق، واكيد هتقلش منك برضه، ما انت كل كلمه بتطلع منك بافيه. عارفه عبد الرسول، انا عايز اقف تقديرا واحتراما لهذه العظيمه، مش طبيعيه يا جدعان، خفه دم ونشاط وحياه، بتعمل كل حاجه واي حاجه بتقولها بتضحك. افهاتها الوحيده اللي دايما مش متوقعه، حتى لما كان المشهد يقل منهم ويبوخ هي بترجع تاني تعليه وتموتني ضحك، زي مشهد التشامبيونز ليج مثلا، انا كنت مسترخم الموضوع لحد ما هي ظهرت ضحكتني من قلبي. فاتن سعيد جيده جدا وانتقالها من الدراما للكوميديا كان حلو قوي وسلس. ارهام عبد الغفور كويسه بس مش المستوى المطلوب، ودورها كده كده ما كانش فيه ضحك كتير. فدوى عابد وميشيل ميلاد فرص مهدره ولما يتم استغلالها بصراحه. حاتم صلاح هو البطل الحقيقي في الفيلم وعجبني جدا، ولكن مع نهايه الفيلم ابتديت ازهق منه شويه واحسه بيكرر نفس اللي بيعمله. الفيلم فيه ضحك وبالتاكيد هو افضل افلام العيد، ولكن بالنظر للكاست التقيل اللي انا كنت متوقع منه حاجه احسن، وبالنظر لان الفيلم شبه الساده الافاضل شويه، وموضوع ان الفيلم كله قلش وافيهات مفيش مواقف قوي، ده هيخلي اعاده المشاهده مش احسن حاجه. فتقييمي لفيلم برشامه هو 7.5 من 10. وبس، منساش تعمل لي فولو، ولو شفت الفيلم يا ريت تقول لي رايك في الكومنتس.